السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وسعادة والسلامة دايما كده. طبعا احنا معانا النهاردة الام جي 5 موديل 2022. تمام، هي معانا بقالها فترة، فانا قلت ايه انزل الفيديو النهاردة وكده يعني. تمام، احنا هنجيب ايه كامكانيات عادية كده يعني بسرعة، الحاجات العادية، ونبقى ايه نتعمق في التفاصيل بعد كده. طبعا ديت نص فل، تمام، بصمة، مثبت سرعة، تمام، مثبت السرعة اهوت، تشغيله برضو جميل جدا وسلس اهوت. اما بعوز اشغله بضغط لقدام، تمام، واثبته. ممكن افضل مثبته كده على طول، يعني اول ما اشغل العربيه اقوم مشغل وماشي تمام. مش بعمل زي مثلا، يعني كان معايا تويوتا كورولا 2021 كان لازم عشان خاطر اثبت السرعه لازم في زرار هنا الاول اضغط عليه، وبعد كده اضغط من الزرار، يعني اشغل اللي هو مثبت السرعه الاول في كل فتحه عربيه. كل ما اجي اقفل العربيه ابطلها واشغلها لازم اضغط الزرار هنا. برضو كانت معايا الجاك، برضو كان معايا اللي هو الفورد اكسبيدشن، برضو نفس الحكايه، لازم تضغط على الزرار عشان خاطر تشغل البتاع. دي حلاوتها بصراحه يعني، من يوم ما جت معايا وهي كده، اقوم ضغط اللي هو الزر ده اللي هو الدراع اهوت، لو تاخدوا بالكم ظهرت هناك تمام كده ثابته خلاص. انا كل اللي ما بعمله بقى وانا ماشي على الطريق ان انا بضغط على اللي هي الست دي، تمام، واجي ايه مشغل مثبت. اول ما ابقى خلاص مثلا وصلت على سرعه 60، هنشوفها دلوقتي واحنا ماشيين على الطريق دلوقتي، تمام. اول ما اوصل لسرعه 60 او يعني فوق والكلام ده، باجي ضغط على الحركه ديت اللي هي الست، تمام. الزر بضغط بس لجوه كده، خلاص بضغط لجوه يعني ما بتعبش نفسي، يعني بضغط لجوه تمام وبس، وبتبقى العربيه اتثبتت تمام. احنا بس بنشوف برضه ايه عندنا هنا. على فكره حلاوه الشاشه بتاعتها، هي طبعا بتبقى جايه معاها وكاله وكده. بشغل لما عاوز اشغل الموبايل على الجي بي اس والكلام ده، بوصل الوصله بتاعتي هنا يو اس بي هنا. انا بقول الفيديو برضو بشرح كل حاجه اهوت، وان شاء الله برضو نتعمق برضو بعدين. واجي اعمل ايه الفيديو واخد الوصله هنا مشغلها، واجي ضغط على الايه على الاوتو ديت ايه اندرويد. طبعا اوتو اندرويد على طول اوتوماتيك، بيبقى مثلا لو ما تحدثش بيبقى او ما نزلش عندك على التليفون بيحدث وبيشتغل على طول اوتوماتيك. يعني تظهر قدام منك الخريطه بتاعت الجي بي اس، وبيظهر قدام منك كل الحاجات اللي انت عايزها، واتساب والحاجات ديت اندرويد يعني عموما، تمام. وعندك الابل برضو لو انت ايه ابل كار بلاي، تمام. طبعا زي ما انتم شايفين عربيه ما شاء الله عليها، جلد وحاجه جميله، تمام. طبعا معلش يعني العربيه مش نظيفه وكده، تمام، بس انا ايه قلت اعمل الفيديو ده على السريع كده. طبعا عندك التحكم في المرايات، تمام. عندك البنزين، عندك الشنطه الكبوت قصدي، تمام. على فكره الشنطه ملهاش زرار، الشنطه الزرار بتاعها فيها، تمام، ملهاش زرار هنا وزي العربيات التانيه وكده. ويعني في بعض الحاجات لسه انا بستكشفها، يعني العربيه دي بقى لها حوالي تقريبا دخلت في شهرين معايا، تمام، ولسه بستكشف فيها، يعني كل شويه بستكشف فيها حاجه كده. خلينا نبص على الكبوت كده، تمام، اهوت فتحته هنبص عليه. طبعا زي ما انتم شايفين ان عداد الحراره على اليمين وعداد السرعه على اليسار. وطبعا وانتم ماشيين بتبقى مثلا ديت ايه يعني، بصوا اهيت. خلينا نضغط هنا اهو، خلينا نغير، استنى ثواني، ايوه كده مظبوط، ايوه كده انا بغير اهوت. انا عايز اعرف استهلاك الوقود بيمشي معايا قد ايه، بيستهلك قد ايه في كام لتر كده. عايز اعرف اللي معايا دولت هيمشوني كام كيلو، او متى هيمشوني 182. عايز اشوف البطاريه، جهد البطاريه. عايز اشوف الرحله الحاليه عامله كام، برضه المجموع التراكمي. ضغط الاطارات احلى حاجه فيها، ضغط الاطارات ده عجباني جدا فيها. دي طول ما انت ماشي مثبت السرعه، والسرعه برضه بتعد معاك. هنا تبقى مثلا 80، هنا بيظبط لك السرعه بالظبط، اللي هو يعني انت بتبقى بتقول 80 وهي هنا لسه حاجه و70. وعلشان كده مثلا الكاميرات ما بتصورش على طول، ليه؟ لان العداد ده مش مظبوط اللي هو بالظبط على على السرعه وكده، تمام. فعلشان كده دايما تلاقي هنا مكتوب هنا 80، معمول على علامه ال 80 بالظبط. والله بلاقيها هنا حاجه و70، ممكن 75، يعني فرق 5 يعني. طبعا المرايات والتحكم، طبعا لما بقفل المرايه، لما بقفل ديت، لما بقفل قصدي الشبابيك، الشباك اللي جنبي اللي على اليمين يشتغل عادي، اللي ورايا اللي ما بيشتغلوش. في بعض السيارات بتبقى اللي شغال، اما باجي اسكر اللي هو بتاع الشبابيك، يجي مسكر الشبابيك كلها الا انا اعرف اتحكم من عندي. هنا باجي مسكر بحيث ان اللي جنبي ما يعرفش يشتغل، مع ذلك بيشتغل برضه. ما علينا، خلينا نكمل. ادي العربيه من بره اهي، تمام.
خلينا نشوف الكبوت. تمام. ما شاء الله عليها السمايه بتاعتها، سواء ثبت الحركه الجميله دي. خلينا برضو ايه اوريكم الامكانيات بتاعتها من لوحه اللي تبقى جايه مع الشركه. تمام. اسم الصانع طبعا والاسم التجاري اهوت زي ما انتم شايفين، سايك MG 5. تمام. عندك ساعة المحرك زي ما انتم شايفين. انا طبعا يعني مش عايز افتي عشان انا ماليش في الحاجات دي، لسه جديد في الحاجات دي، ما اعرفش يعني. انا بسوق عربيات بس وخلاص، لكن ما اعرفش اللي هو ايه الحاجات اللي بتبقى فيها الجميله دي. طبعا هي موفره جدا في البنزين. تمام. تقريبا اللتر الواحد بيمشيك 19 كيلو، دي اللي انا فاهمه يعني، ان هي بتمشيك اللتر الواحد بيمشيك 19 كيلو ونص. تمام. بس ده طبعا ايه تقريبا اللي هو البنزين اللي هو الممتاز، اللي هو اعلى حاجه يعني. او اللهم صل على سيدنا محمد برضه عشان ما نفتيش ومش عايزين نقلب حاجه تانية، ممكن تكون حاجه تانية. طبعا زي ما انتم شايفين العربيه ما شاء الله عليها نظيفه ازاي، الميه بتاعتها طبعا انا بنغير يعني بس من يوم ما جت كده. طبعا كل العربيات الجديده كده، مش انا بس يعني. بس ليه انا حاسس ان ممكن تصدقوا اول مره اشوف، ممكن يكون زيت الفرامل ناقص، بس هنشوفه بعدين يعني. بدأت تهدى كده. طبعا زي ما انتم سامعين الصوت يا اصلا يعني يعتبر حاجه جميله جدا يعني، ما شاء الله عليها بصراحه، شغل عالي بصراحه يعني. بحب العربيات الصيني، بس مشكلتها في بعدين بعد ال 100,000 بيقول لك بعد ال 100,000 بيحصل قرار. خلينا بس نقفل الباب ده. طبعا زي ما انتم شايفين جوه كل حاجه. تمام. الشكل بتاعها اهوت. طبعا الليد شغال بالنهار. احلى حاجه فيها برضه عايز اتكلم فيها برضه في الحته ديت عشان ادي لها حقها، ان العربيه دي او السياره فيها ميزتين جدا جمال جدا معايا. ايه هي؟ ان العربيه ديت لما بتبقى مثلا دخلت يعني، انا ببقى مثلا حاليا دلوقتي بالنهار اهو مفيش انوار المفروض تشتغل. انا والله من يوم ما جبت العربيه دي يمكن ما شغلت النور غير مرتين كده، بسبب ان انا كنت انا اللي بطفيه. تمام. فلازم اعيده تاني. ان النور ده بيشتغل الحساس، اللي هو اول ما تحس ان هي في يعني اول ما العربيه تدخل في ضلمه، مكان ضلمه يعني، مثلا انا داخل دلوقتي تحت كوبري واحنا بالنهار اهو، تيجي مشغله اوتوماتيك النور يطلع لك هنا اللي هو الايه الاشعار بتاع النور ان هي اشتغلت النور بتاعها، والزراير طبعا اللي هي بتاعت الحاجات ديت، بحيث ان انت بالليل لما بتشوفها وكده برضه بتنور، كله بينور. الحاجه الثانيه معلش زي ما قلت لكم الزباله وكده، ان انا لما باجي اسوق العربيه تمام، باجي لو انا ما عملتش على حرف الاي، بصوا الدي والاي، الاي ديت اللي بتشغل الايكو اللي هي بتاعت موفر الطاقه. اول ما اعمل هنا اهي بصوا هنا فتحت اهي، اشتغلت قدام مني. تمام. هنجرب دلوقتي على الطريق اهو نشوف. يلا نتوكل على الله الاول. بسم الله. نثبت برضه سرعتنا ونشوف دنيتنا. بسم الله. برضو ايات الشاشة ايه الكاميرا ايات ترجع. يلا توكلنا على الله. طبعا السرعة بدأت تعد اهي. ايوه ثواني ندي لحد يمسك التليفون عشان يصور. معانا الاخ محمد بيصور اهوت. دلوقتي احنا ماشيين اهو. تمام. بسم الله توكلنا على الله. شوف هي سمعت صوت صوت اللوك. تمام. فعمل اهوت. بصوا زي ما احنا ماشيين، خلينا نمشي ندي سرعة مثلا معينة ونبدأ ندي نثبت السرعة. بص هو دلوقتي حاليا خلاص اهي
شغالة خلاص يعني ما بتبطلش، حتى لو بطلت العربية ما بتبطلش، بتفضل شغالة. ثواني عشان خاطر احنا ايه. العربية ما شاء الله عالية جدا، يعني جميلة، ما بتحتاجش ان انت ايه يعني عادي حط زي ما انت عايز. يعني كنت مرة معبي حاجات في العربية، والله العربية بتطلع مطبطة ولا بتحك فيها ولا اي حاجة. صراحة يعني حاجة جميلة. خلينا ننزل بس ايه ثواني، بس السرعة كمان شوية. بص بتثبت انا عن طريق بعد ال40 بتثبت كده. الخضرة ثبتت اهيت، والله رجليا اهيت تمام ماشي اهيت اه تمام. بس احنا لحد كده وهنقفل الفيديو ده النهارده تمام. نكمله ان شاء الله، نعمل لكم فيديو تاني. انا بس كنت بجيب حاجه كده فكره بسيطه يعني ايه عن ام جي، بصراحه عجباني جدا وتصميمها جميل وعربيه من الاخر تحفه. بس يعني ربنا يستر بعد ال100,000 بقى بنسمع بقى كلام تاني الناس اللي بتقول، يعني لسه ما جربناش بصراحه يعني. ربنا يصلح الحال ويسترها كده مع الجميع يا رب. يعني طبعا برضه عايزين نتكلم عن حاجه اهيت، ان حد السرعة تمام. السنة القادمة مثلا عايزين نعرف السنة القادمة اهيت، بيعرفك بعد 2000 كيلو هتعمل صيانة تمام اهيت تمام. مفيش اخطاء، معلومات الخطأ مفيش اخطاء كده يعني. انا دلوقتي حاليا زي ما انا قلت لكم اهوت على الاي تمام. انا عايز دلوقتي لو عايز تعمل بقى اللي هو الحركات بقى اللي هي بتاعت المانوال والكلام ده، ادي الاول اهوت، ادي التاني. طبعا هو مش هيدي التاني لان احنا مش ماشيين على الطريق لسه بقى، مش على الطريق. احنا دلوقتي ما بعملوا على الاي دايما خليكم فاكرين ان انت لازم تعملوا على ايه عشان توفروا ايه في البنزين. يلا وربنا يسترها مع الجميع يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.